ولا سحر ولا شعوذة. الجديد عند ام لوجي البلم جايبه لكم وصفه النهارده من العيار التجين، حاجه سحر جدا للطيور، بتزود انتاج البيض يوميا من 95% الى 98%. اول مره على اليوتيوب حد يتكلم عليها ويعرفها غيري انا، يعني محدش يعرفها خالص على اليوتيوب غيري انا، الحمد لله. يعني من الاخر الوصفه دي يا جماعه استخدميها مرتين في الاسبوع او 3 ايام، هتلاقي عندك الفراخ تكر بيض، هديكي يوميا انتاج بيض 95% وممكن اكتر. تعالى اول حاجه اقول لكم ايه فوائد الوصفه بتاعت النهارده. اول حاجه فوائدها كتيره جدا للطيور، بيزود لك انتاج البيض زي ما قلت لكم 95% وممكن اكتر، بتخلي عندك الفراخ تكر بيض، بتسيح الدهون اللي على المبيض، بتنشط المبايض، بيكون لك عنقود بيض كتيره جدا، تخلي عندك الفراخ كل يوم تبيض، تديكي كل يوم بيضه الفرخه الواحده، يعني كل يوم تلمي بيض على حسب الفراخ اللي عندك. بترفع المناعه كويس جدا، تخلي عندك الفراخ العرف بتاعها احمر حلو كده، احمر داكن مش احمر بهتان، بتخلي عندك الطيور صحتها نشيطه وحيويه. لو عندك الطيور عندها ديدان بتيجي على الديدان، بتوقف الاسهال، بتفتح الشهيه، وكمان بتيجي على البكتيريا الضاره. لو عندك فراخ لسه لغايه دلوقتي مبشرش في انتاج البيض، استخدمي الوصفه دي 3 ايام في الاسبوع، هتلاقي عندك الفراخ بتبشر قبل ميعادها. وكمان لو عندك الفراخ قطع بيض ليها فتره، استخدمي الوصفه دي 3 ايام في الاسبوع، هتلاقي الفراخ عندك بيضت احسن من الاول. وكمان لو عندك فراخ بتبيض لك مثلا كل فين وفين، يعني بتبيض مثلا النهارده تاخد لها 3 4 ايام لولا ما ترجع تبيض تاني، استخدمي الوصفه دي 3 ايام في الاسبوع، وصدقيني الفراخ هترجع تبيض احسن من اول 100,000 مره. وكل يوم تلمي بيض على حسب عدد الفراخ اللي عندك. يعني من الاخر وصفه من عيار التاجر، حاجه كويسه جدا جدا للطيور كلها، بيحمر عرف الفرخه زي ما واضح قدامكم يا جماعه. بسم الله وما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب، يوسع عليكم وعليا. انا عندي الفراخ العرف بتاعها احمر، احمر حلو كده مش احمر بهتان. وصحه الفراخ بسم الله وما شاء الله تبارك الرحمن، صحتها كويسه جدا. تعالوا اقول لكم على كل حاجه بالتفصيل، ايه الحكايه وايه الروايه. اول حاجه نصلي على رسول الله واللايك الحلو بتاعكم واشتراك في القناه. بص يا جماعه، اول حاجه الوصفه دي يا جماعه مش بتاعتي، بتاعت واحد زميلي قال لي عليها، وانا جربتها على الفراخ بتاعتي لقيتها بسم الله ما شاء الله حاجه كويسه جدا، وحبيت كلكم تستفادوا منها. اول حاجه يا جماعه، واحد زميلي ده عنده مشروع فراخ بياضه، فراخ بياضه بلدي، عنده 2500 فرخه بلدي بتبيض، عاملها مشروع. الوصفه دي قال لي عليها، قال لي بستخدمها 3 ايام في الاسبوع، بتزود انتاج البيض يوميا من 95% الى 98%، بيزود انتاج البيض كويس جدا جدا جدا. وشفت بعيني يا جماعه انتاج البيض عنده كويسه جدا، وصحه الفراخ كويسه جدا، مناطق كويسه جدا جدا، والمناعه بتاعت الفراخ قويه جدا وحلوه. يعني الفراخ بالصلاه على النبي عليها، ربنا يا رب يوسع عليه ويديله من وسع، وربنا يبارك له في حاجته يا رب وفي مشروع باذن الله. المهم قال لي على الوصفه دي يا جماعه، انا استخدمتها عندي على الفراخ شهرين، كل يوم بستخدمها 3 ايام في الاسبوع. والله يا جماعه زود لي انتاج البيض احسن من اول 100,000 مره، لقيت انتاج البيض كويس جدا، انتاج البيض بسبب الوصفه دي زاد احسن من الاول. والوصفه يا جماعه دي وصفه طبيعيه جدا، حاجه ممتازه جدا جدا للطيور كلها. بس اول حاجه نصلي على رسول الله واللايك الحلو بتاعكم واشتراك في القناه. وتعالى نجمع بيض الفراخ بتاع النهارده ونشوف ربنا كرمنا بكام بيضه. واسمعوا الفيديو لغايه الاخر وهقول لكم ايه الوصفه دي وتعملوها ازاي عشان نزودلك انتاج البيض. اول حاجه تعالى نسمي الله ونصلي على رسول الله واللايك الحلو بتاعكم واشتراك في القناه. تعالى نجمع بيض الفراخ بتاع النهارده. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ربنا يوسع عليكم وعليا يا رب. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 بيضة، 19 20 21 22 23 24
25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 37 38 39 39 40 41 بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يزيد ويبارك يا رب، يوسع عليكم وعليا. جمعت بيض الفراخ بتاع النهارده، الحمد لله ربنا كرمني، ربنا يزيد علينا يا رب، يوسع علينا يا رب، من وسع يا رب، يدينا من وسع. تعالى اقول لكم الوصفه دي عباره عن ايه وتعمليها ازاي للفراخ عشان كل يوم تاخدي انتاج بيض زي ما هو واضح قدامكم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اخدت انتاج بيض 95%، انتاج بيض كويس جدا. الوصفه دي استخدميها مرتين في الاسبوع او 3 ايام. انا من سنة بصراحه يا جماعه من اول ما استخدمت الوصفه دي عندي للفراخ وانتاج البيض زاد احسن من الاول، بقيت اخد بيض احسن من الاول كتير جدا. الوصفه دي ازاي بقى وتعمليها ازاي؟ اول حاجه جيبي ربع كيلو حمص، ايوه زي ما انتوا سمعتوا، ربع كيلو حمص اللي احنا بناكله البلدي، ربع كيلو حمص بلدي. تمام، جبت ربع كيلو حمص بلدي. اغسلي الحمص ده كويس جدا وحطيه في ميه على البوتاجاز، خلي الحمص ده يدوب خالص في الميه، يستوي خالص خالص. بعد ما يستوي خالص صفي الحمص بالميه. الحمص ده بعد ما داب واستوى خالص اديلي الفراخ تاكل منه، والميه دي عبيها في الجزايز، هيبقى معاكي 3 لتر ميه بعد ما الحمص استوى. 3 لتر ميه بعد ما الحمص استوى يا جماعه. تمام، حطيه عندك في التلاجة و3 ايام استخدميه للفراخ او مرتين. تجيبي كوبايه من ميه الحمص دي ضيفيها على الميه اللي بيشربوها الفراخ، واستخدمي ميه الحمص دي 3 ايام متواصل. جيبي كوبايه ميه من الحمص اللي ركنتها في التلاجة وضيفيها على الميه اللي بيشربوها منها الفراخ 3 ايام. مش هتلحقي من البيض، يعني البيض كتير جدا هتلميه من تحت الفراخ، ممتاز جدا 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 وعن تجربتي الشخصيه، وجربوه وقولوا لي ايه نظامه. مهم حاجه يا جماعه، ميه الحمص دي اللي عبيتيها في 3 لتر ميه او حطيتيها في جزايز 3 لتر ميه، حطيها في التلاجة عشان ما تبوظش. لازم ميه الحمص دي تتحط في التلاجة عشان الميه ما تبوظش، يعني بقولها مره واتنين وتلاته. وكل يوم خدي منها كوبايه وضيفيها على الميه اللي بشرب منه الفراخ. ولو عجبكم الفيديو بتاعي واستفدتوا منه ادعمونا بلايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.